السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا بقى النهارده فيديو جديد، حاجة حلوة سهلة وسريعة. مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. ممكن تعمليها كده بقى وانتي بتحضري العشاء، بتعملي كوبايتين شاي، اعمليها كده لولادك بالليل. عارفين طبعا بنيجي بالليل كده في الشتاء، الولاد عايزين حاجة حلوة يا ماما. طب الدنيا غالية، مش عارفة تعملي لهم ايه. بجد الوصفة دي تحفة. كيكة طعمها حلو جدا، موفرة، لأن هي كل حاجة أنا مستعملاها في الكيكة دي مستعملة بدايل، كلها بدايل بجد. ولا زبدة ولا لبن ولا فرن ولا مضرب، مفيش الكلام بتاع الكيكة العادية اللي احنا عارفينه ده. وفي نفس الوقت نتيجتها حلوة قوي قوي، هشة وطرية وطعمها خرافي بجد. أتمنى ان انتوا تكملوا الفيديو معايا للآخر، شوفوا الوصفة هتعجبكم، وإن شاء الله هتلاقوا بعد كده كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها كلها حاجات اقتصادية. عارفين ان الأسعار غالية جدا، وكلنا بنبقى عاوزين نرضي ولادنا ومش عارفين ازاي. ان شاء الله هتلاقوا أغلبية الفيديوهات اللي جاية حاجات موفرة لست البيت، وفي نفس الوقت بنفس القيمة الغذائية اللي انت عاوزة تحافظي عليها لولادك. ادي الكيكة بتاعتنا اهيت، ما شاء الله. بصوا، هشة وطرية. انا بقطع جزء اهوت من الكيكة، تحفة بجد. يلا بقى، لو لسه ما اشتركتوش زي ما قلت لكم في القناة، لايك للفيديو كده بدري بدري، وتعالوا نسمي ونصلي على رسول الله، وهنشوف عملنا الجمال دوت ازاي. بصوا الكيكة وجمالها تحفة. يلا بينا. اول حاجة حبايب قلبي، نسمي ونصلي على رسول الله كده. معايا كوباية مية مغلية، بضيف عليها كيس نسكافيه، اي طعم انت حباه. عاوزة تستعملي السادة تستعملي بأي طعم انت حابة. انا مستعملة هنا بطعم الشوكولاتة، بيخلي طعم الكيكة حلو، وبرضو دوت اللي كان موجود عندي. شوفي انت اللي موجود عندك ومناسب ليكي ولأولادك استعمليه. هستعمل بضاية واحدة، نص كوباية سكر، ومعايا معلقة خل. يعني بصوا، ولا حاطة 3 4 بيضات، ولا حاطة كمان فانيليا ولا اي حاجة. معلقة خل من قلب مطبخك على البضاية ونص كوباية السكر، وزي الفل. نضربهم كده بالمضرب العادي. عايزة تستعمليهم في الخلاط تعمليهم في الخلاط برضو مفيش مشكلة. اول ما تلاقي السكر ابتدى يدوب معاكي واللون ابتدى يفتح كده، ننقل على الخطوة اللي بعدها. هو ان شاء الله مش هياخد ضرب كتير، هي بضاية واحدة. زي ما قلت لكم، انا عارفة ان الاسعار غالية جدا وعايزين نرضي ولادنا. لا والله، برضو ربنا كبير ومش هنحرمهم من حاجة، وهنعمل لهم اللي نفسهم فيه. هنزل بقى عندي هنا 3 معالق كبار زيت، ولا سمنة ولا زبدة، زيت. الكيكاية ديت بتكفي 4 أفراد، حلوة قوي قوي قوي. يعني انت لو عملتيها كده في بيتك بالليل لولادك، كل واحد خد قطعة منها، يبقى زي الفل. نقلب حلو كده، هتلاقي الخليط ابتدى يتقل معاكي على طول. صلي ونسمي على رسول الله. طول ما انت واقفة كده اذكري الله. عندي هنا كوباية وربع دقيق منخول طبعا، معلقتين كبار من الكاكاو، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا. مش مستعملة كمان بيكنج باودر. زي ما قلت لكم كلها بدايل. ننزل بقى بالمكونات الجافة دي كلها. يبقى زي ما قلنا، بضاية، نص كوباية سكر، معلقة خل، كوباية وربع دقيق، معلقتين كاكاو، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا. قلبنا بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه، ونزلنا بكوباية النسكافيه اللي احنا عملناها، تكون المية مغلية، وننزل بيها وهي سخنة كده، ما تسيبيهاش لما تبرد. طبعا احنا عارفين الدقيق نوعه بيختلف، فطبيعي ممكن تلاقي محتاج بقى معلقة دقيق او معلقة لبن او مية. هنقلب وهنشوف. انا بس حاساه تقيل سنة صغيرة، فهاخد هي يدوب معلقة مية بس. زي ما قلت لكم اهوت، ولا لبن ولا اي حاجة ولا زبدة. يعني لو حسبتيها كلها ممكن ما تتكلفش 10 15 جنيه.
ده القوام اللي احنا عايزينه، بس تمام كده وزي الفل. طيب هنسويها ازاي بقى يا ام عبد الرحمن؟ مش هشغل الفرن زي ما احنا متعودين، لا انا هسويها دلوقتي على عين البوتاجاز. عندي طاسة تكون ما بتلزقش، وبرضه هديها مسحة زيت يعني زيادة تأمين يعني، وهنزل بالكيكة بتاعتنا ديت. شغل النار أصغر عين، خليها يدوب تبقى هادية خالص، ونحطها عليها مش أقل من نص ساعة، تاخد من نص ساعة لساعة إلا ربع، ونغطيها. لو الغطا بتاعك فيه فتحة تهوية تمام، مفيش فتحة تهوية يبقى تلف الغطا بفوطة مطبخ عشان بخار الكيكة ما يعرقهاش. نفتح عليها بعد حوالي 35 دقيقة ونختبرها بستيكس. طلع تمام كده مفيش عجين، يبقى زي الفل. بصوا ما شاء الله، يعني ممكن وانتي بتعملي الاكل كده تعمليها. بصوا ما خدتش وقت ولا مجهود خالص. يا دوب بقى اسيبها تهدى 5 دقايق كده 10 دقايق، وبعدين ربع كوباية لبن. ودي خطوة اختيارية، الناس اللي بتحب الكيكة جوسي شوية تضيف ربع كوباية اللبن دي. نقلناها بقى في طبق اكبر حبة، ننزل بصوص الشوكولاتة. صوص الشوكولاتة دوت معلش انا ما صورتوش، بس هو عبارة عن معلقتين كبار كاكاو، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، واضربيهم حلو في الخلاط هيديكي الصوص الجميل دوت. ان شاء الله هعمل لكم حلقة عن الصوصات قريب برضو تكون موفرة وسهلة. ويا دوب بقى بتزوقيها بأي حاجة متاحة عندك بقى بشر شوكولاتة، عندك فرماسيل، أي حاجة، حتى لو صوص شوكولاتة بس كده تمام. ولو مفيش حاجة الكيكاية نفسها طعمها تحفة. شوفي اللي متوفر عندك في البيت اعمليه لولادك، ما تكلفيش نفسك حاجة فوق طاقتك. كيكاية ان شاء الله تحفة. اتمنى يا رب ان هي تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. يا رب لو عجبتكم كده وتنور رضاكم، ما تنسوش بقى اشتراك للقناة ولايك للفيديو. وقبل ده كله دعوة حلوة، بجد بحبكم في الله. وان شاء الله زي ما قلت لكم في اول الفيديو، استنونا كل الفيديوهات اللي جاية قريب، هتلاقوها كلها اقتصادية وحاجات موفرة يعني. الله المستعان. السلام عليكم.